الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، وأودع فيه من أنواع العلوم والحكم العجب العجاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج لا شك فيه ولا ارتياب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، سبحانه خضعت لعظمته الرقاب، وجلت لقدرته ولانت لقدرته الشداد الصلاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله عز وجل إلى خير أمة بأفضل كتاب، عليه الصلاة وعلى آله النجباء الأنجاب ومن سار على نهجهم إلى يوم المآب. أما بعد، إخوتي الكرام، هذه هي الحلقة الأولى من حلقات برنامج أسهل تفسير، وهنيئا لمن يجلس في هذه المجالس التي يكون فيها شرح وتوضيح لأعظم كلام، وهو كلام رب العالمين سبحانه جل في علاه. والله عز وجل قد أقسم بهذا القرآن، والله سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بماذا سيقسم رب العالمين؟ قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهذا القرآن لما قرأه أحد الصحابة وسيد بن حضير نزلت الملائكة تستمع لقراءته رضي الله عنه وأرضاه، فالملائكة تحضر مثل هذه المجالس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وأعظم من ذلك هنيئا لكم، قال: ذكرهم الله في من عنده. فهذا شرف عظيم وفضل عظيم أن يحضر الإنسان مثل هذه المجالس. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة في رمضان، يدارسه جبريل. ومما يدل على عظمة هذا الكتاب أن الجن لما استمعوا إليه قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وفي الآية الثانية قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي. ما الذي حصل لهؤلاء الجن؟ هل انتفعوا بما استمعوا إليه؟ نعم، ولوا إلى قومهم منذرين. كان الصحابة رضي الله عنه أشد الناس حرصا على تعلم التفسير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد خبر الأولين والآخرين فليثور القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. ايش معنى يثور القرآن؟ يعني يتفكر في معانيه ويبحث في تفسيره، سيجد عجائب، لأن هذا القرآن يستفيد منه الفقيه استنباط الأحكام، حتى البليغ يجد فيه أروع الكلام. ولذلك والله لن تجد أنفع ولا أجمل ولا أهم من كتاب الله سبحانه جل في علاه، وأمتع من كتاب الله سبحانه جل في علاه، لأن فيه أحسن القصص. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. لن تجد قصص أجمل من قصص القرآن. وفيه أحسن الحديث. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ولذلك لما تمسك الصحابة بهذا القرآن وعملوا به أصبحوا من أقوى الأمم، فتحوا الأمصار وتوسعوا في الأقطار مصداقا لكلام الله. الله عز وجل يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم.
يعني فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه رفعتكم، بشرط أن تصدقوا ما فيه من أخبار، وأن تعملوا بما فيه من أوامر، وأن تبتعدوا بما فيه من نواهي. فإذا فعلتم ذلك فأبشروا بالعز والشرف والرفعة والعزة. ثم قال الله: أفلا تعقلون؟ يعني لماذا تتركون الانتفاع بهذا القرآن والتمسك بهذا القرآن الذي فيه نفع لكم في الدنيا والآخرة؟ والذي لا يتمسك بالقرآن ليس فيه عقل. أفلا تعقلون؟ والصحابة كانوا يترقبون نزول القرآن، فإذا نزل القرآن عملوا به، لأن الله عز وجل قال: يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة لا بد يكون في عمل. ومما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن، نحن نستمع لكثير من الآيات، بس كثير من الآيات ما نفهمها، لكن الصحابة إذا نزلت آيات فهموها. والدليل على ذلك هذه القصة لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة لما سمعوا هذه الآيات اشتد عليهم ذلك وعظم الخطب عندهم. انظر الآن ما الذي حصل لهم. تجمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا ما لا نطيق، ما نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبل: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فماذا قال الصحابة؟ هل قالوا سمعنا وعصينا كما حصل لليهود؟ أبدا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله التخفيف: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. وقالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جزاء من يتبع القرآن. الله خفف عليهم وشدد على بني إسرائيل، بل الله عز وجل تخيل بني إسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا نتق الله فوقهم الجبل، جبل الطور كامل، كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة. لكن الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا فخفف الله عليهم، وأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآيات. ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، والقرآن نزل على مرحلتين. المرحلة الأولى نزل كاملا جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى. القرآن نزل على مرحلتين. المرحلة الأولى نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. المرحلة الثانية نزل منجما، يعني نزل مفرقا على سنوات. كم سنة؟ 23 سنة. ينزل حسب الوقائع، حسب الأحداث، وقد ينزل بلا سبب، كما سيأتينا أن هناك بعض الآيات لها أسباب نزول وبعض الآيات ليس لها أسباب نزول. المهم أنه نزل خلال 23 سنة. ما الحكمة من نزول القرآن مفرق؟ كما قال الله عز وجل: لنثبت به فؤادك، تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه فوائد التيسير للفهم، لتيسير فهمه وتلاوته وحفظه. وبداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الصحابة رضي الله عنهم فيحفظونه في الصدور، لكن الحفظ في الصدور لا يكفي. وإذا كان عند النبي جماعة يسمون بكتاب الوحي، يكتبون الوحي. من هؤلاء؟ منهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر رضي الله عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، وأيضا زيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان،
وأبي بن كعب، هؤلاء هم كتاب الوحي يكتبون الوحي. وفي زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثر قتل القراء اللي يحفظون القرآن، كثر قتلهم، فعمر بن الخطاب أشار على أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن، لأن القرآن كان يكتب مفرق، كان يكتب على الأحجار، على السعف، على الجلد والأديم. فأشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن في مصحف واحد، يجمعه في كتاب. فاقتنع أبو بكر الصديق بعد ذلك، وعين لهذه المهمة الشاقة العظيمة زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهنيئا لزيد، هذا الأجر العظيم الذي حظى به. في زمن عثمان رضي الله عنه صار هناك اختلاف في القراءات، فجاء حذيفة باليمان رضي الله عنه وقال: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. ما الحل؟ لا بد أن نجمعهم على قراءة واحدة وهي لسان قريش. فعلا نسخ المصحف الذي كان في بيت حفصة رضي الله عنها، نسخ منه عدة نسخ ويعتمدون لغة ولسان قريش، ثم وزعه على الأمصار رضي الله عنه وأرضاه، وأحرقت بقية المصاحف حتى لا تختلط بهذا الذي اتفق عليه. وبالنسبة لدرس التفسير إن شاء الله سيكون بإذن الله درس سهل، نتطرق فيه إلى فضل السورة وأسباب النزول والمعنى الإجمالي للسورة بإذن الله. كذلك نذكر الفوائد وماذا نعمل. يعني المهم الإنسان الذي يقرأ القرآن أنه إذا قرأ القرآن أن يعمل، ولذلك سنحاول في كل سورة أن نستنبط منها ما الواجب علينا أن نعمله، وهذا هو التدبر. الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر، أيضا فيه تذكير وفي موعظة. ولذلك الذي لا يتبع الأسلوب النبوي في قراءة القرآن وتدبره لا يستفيد. الله عز وجل ماذا يقول؟ هو الذي بعث في الأميين إيش؟ رسولا منهم. ماذا يفعل؟ واحد، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الثلاث لا بد منها في حلقات التحفيظ، في من يحفظ القرآن، في من يقرأ القرآن، يتلوه حق التلاوة ويزكيهم. مش معنى يزكيهم؟ يعني يطهرهم من أدران المعاصي والذنوب. فالقرآن فيه تذكير وفيه موعظة وفيه تزكية. الثالث يعلمهم الكتاب والحكمة، يتعلمون الأوامر فيعملون بها، يتعلمون النواهي فيبتعدون عنها. هذا هو الذي يستفيد من قراءة القرآن، وهذا هو الذي يكون القرآن حجة له لا حجة عليه. ولذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بسورة الناس وما بعدها. كل أسبوع ناخذ سورة من السور بإذن الله، نتطرق إلى فضلها وأسباب النزول فيها ومعانيها. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.